جوه خش جوه هنا. خش جوه كمان حضرتك. إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه؟ هنقول له يا هل ترى خش جوه. هنقول له يا هل ترى شفت اليوم ما جرى؟ شفت البشر وقلوب أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبر على حكم القدر. هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ أنا كنت نايمة وابتدي بحلم وحلمي في لعبتي. أنا كنت نايمة في غرفتي بحلم وحلمي في لعبتي. بضحك وأنام أمتتي وسمعت صرخة جدتي. جريت عليها بلفتي ولقيت دمار. طب أعمل إيه وبإيدي إيه؟ لازم أقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه؟ هنقول له يا هل ترى صدق من الأمة برا. هنقول له يا هل ترى صدق من الأمة برا. شفت الأشد وقلوب أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبر على حكم القدر. هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ إحنا عرب أيوة عرب نفس العقيدة والنسب. إحنا عرب أيوة عرب نفس العقيدة والنسب. وحروف كتابنا من ذهب ولما جاوزنا الغضب لقينا غدة بتغتصب. سكتنا ليه؟ سكتنا ليه؟ سكتنا ليه؟ نقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه؟ هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى؟ هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى؟ شفت البشر وقلوب أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبر على حكم القدر. هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ الليل طويل رافض يفوت هدموا المساجد والبيوت. الليل طويل رافض يفوت هدموا المساجد والبيوت. والموت يسمم كل صوت.
بكام بعده بكام ماذا نقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه هنقول له يا حضرة شفت اللي منكم نظرة هنقول له يا حضرة شفت اللي منكم نظرة شفت البشر وقلوب أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صابرين على حكم القدر هنقول له إيه هنقول له إيه هنقول له إيه هنقول له شفتي أمتك راحت بعيد عن سكتك هنقول له شفتي أمتك راحت بعيد عن سكتك ألف طريق غير سكتك يلي علينا برحمتك نرجع نعود صحبتك هنقول له إيه هنقول له إيه هنقول له ماذا نقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى شفت البشر وقلوب أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبر على حكم القدر هنقول له إيه هنقول له إيه هنقول له إيه ما خلاص رجعنا للطريق وعرفنا مين هو الصديق ما خلاص رجعنا للطريق وعرفنا مين هو الصديق وفهمنا معنى المهزلة أصل السؤال والمسألة لو كنا عاوزين منزلة يبقى الجهاد أول وآخر مرحلة ماذا نقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى شفت البشر وقلوب أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبر على حكم القدر هنقول له إيه هنقول له إيه هنقول له إيه طب دقيقة واحدة بس اصور وهخرج. إذا احتفلنا بالرسول عليه الصلاة والسلام بنشاهد الشرف الموجود معانا نبدأ نحيي ونحتفلهم بالوقت بتاعهم نحييهم نحييهم ونشجعهم برافو عليهم بتكون الجوائز بتاعتهم باقي لينا بالظبط في كده فقرتين ونبدا في توزيع الجوائز ان شاء الله. يعني ارجو الصف الثاني الابتدائي بعد الفقره الجايه يبدا يجهز اولاده لتجهيز لاستلام الجوائز. عايزين نحيي اولادنا تحيه كبيره. دخلوهم مسابقه ولا ايه؟ تعبتوا ها؟ تعبتوا قلتوا من الاخر. طيب احنا يعني نديهم حقهم وانتوا تقولوا حقكم بسرعه مع بعض كده اللي هيقولوا احنا نشوف. والله انت قلت